السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. هنكمل الاكس اس اس، ولكن هنكمل على موضوع الدوم اكس اس اس علشان اوريك السورس كود تقدر تحلله ازاي. لو انت واحد مثلا فاهم كود جافا سكريبت شوية، ازاي تحلل السورس كود بتاعك وتطلع منه ثغرة الدوم اكس اس اس. تمام. معانا اللاب ده كل فكرته ان هو بيقول لك اعمل سبميت فيدباك. تمام. طبعا الاسماء دي بتبقى موجوده جاهزه، يعني احنا اللي عاملينها. فاحنا نقول له جوكر مثلا، بعد كده نجيب له جريت جوب، وبعد كده نقول له هلو وورلد بج هانتنج، اي حاجه بقى هانتنج، ما علينا. نقول له بص. طيب الكومنت اللي انا كتبته دلوقتي ده اتعرض قدامي هنا اهو. قال لي ان اليوزر، في يوزر دخل اسمه جوكر، عمل التايتل بتاعه اللي هو الفيدباك جريت جوب، بعد كده كتب الكومنت بتاعه هلو وورلد باج هانتنج. طيب انا ممكن ابص على السورس كود الاول، تمام، من غير ما اعمل اي تيست. حلو، انا بصيت على السورس كود، لقيت الكود ده. محتاجين بقى ايه؟ نفتح نوت. تمام. ونسيب الكود ده كده معانا، ونكبر دي شوية، وناخد الكود ده كده بره عشان نعرف نحلل السورس كود ده، ونشوف هنعرف نطلع منه ثغرة اكس اس اس ولا لا. جميل. اظن كده الكلام ايه واضح. طيب هو الكود ده بيعمل ايه؟ فانكشن بعد كده بوست كومنت ايفال. حلو قوي. دوكيمنت جيت element هو اي دي، بياخد الكومنت ليست ماشي، بعد كده بيعمل ويندو دوت لود. طيب انا هقول لك الكود ده بيعمل ايه باختصار، ولكن هشرح لك برضو بعض الكود ده بيعمل ايه. اولا الكود ده بيعمل ايه بشكل عام؟ هو فكرته ان هو الكود ده بياخد الكومنت اللي انت بتكتبه اللي هو من اليوزر، بياخد التعليق يعني من اليوزر اللي هو الكومنت، ويعمل عليه فلترة، ويعرضه في الصفحة عادي زي ما احنا شفنا هنا كده. يعرضه في الصفحة بتاعته عادي، مفيش أدنى مشكلة. ولما تدوس عليه، يعني لما تدوس على التعليق ده، المفروض ان هو يشغل كود جافا سكريبت. طب تعالوا نبص على الكونسول كده. يعني ايه لما ادوس عليه؟ مش فاهم. بص، انا لما باجي ادوس على هلو وورلد بيشتغل في الكونسول. جميل قوي. طيب نكمل بيت السكريبت، وده بيعمل سبب للثغرة. يعني تعالى بقى نبص على الكود ده كده وناخده في جنب. نفتح كده واحد. الكود ده بيعمل ايه؟ هو كل فكرته ان هو عمل فانكشن جديده، تمام، بعد كده كتب الكونديشن بتاعه وقال لك ان الانبوت اللي هو الفاريبل، تمام، دي بتعمل ايه. هو كل فكرته ان هي بتاخد الكلام او بتاخد اي كلام من اليوزر. يعني اليوزر، احنا قلنا ان لما نيجي نعمل تيست للفولنربل للاكس اس اس، تمام، بنستخدم بعض العلامات اللي معانا، اللي هي السنجل كود والدبل كود والاوبن تاج والكلوز تاج والعلامه اللي هي القوسين دي، بعد كده السلاش. احنا بنستخدم العلامات دي علشان تشوف دي هتعمل لها HTML انكودنج ولا لا. ولكن هو اصلا كاتبها هنا، يعني هو قال لك ان هو بيعمل ريبليس، تمام، اللي هو بيحذف او بيشيل منه العلامات دي. تمام. بيشيل منه العلامات دي. ولكن كده لما المبرمج اللي عمل الكود فاكر ان العلامات دي لما تتشال، تمام، كده مش هيبقى فيه اكس اس اس، وده تفكير غلط، مش منطقي. حلو. طيب بعد كده نكمل بيت الكود. عمل فانكشن جديده اسمها البوست كومنت، ودي يعتبر الفانكشن الاساسيه اصلا، ان هي بتاخد اسم كونست فاريبل، بعد كده الفاليو نيم، وعمل يوزر نيم، وبتاخد من اليوزر نيم والفيدباك والرو كومنت، وبتاخد الكومنت بتاعك. يعني بتاخد منك الحاجات اللي انت بتكتبها هنا، اللي هو في اليوزر نيم والفيدباك والكومنت، واصبح كده ان هو ايه؟ كاتبها في الجافا سكريبت. طيب دي تاني حاجه. تالت حاجه معانا، وهو برضو لما خلص هنا راح عامل حاجه اسمها كونست سيف كومنت، تمام. وبعد ما عملها هنا ايه اللي حصل؟ اللي هنا بقى تم ايه؟ ان هنا بياخد الكلام من اليوزر عادي ويدخله ك يعني يدخله ايه؟ يدخله على الفلتر عادي، اللي هو اللي بيشيل منه العلامات دي. لما بيجي ياخد الكلام من اليوزر بيشيل منه الفلتره بتاعت الكلام ده لو اليوزر حطته. تمام. المطور برضو هرجع واقول لك، المطور فكر نفسه ان هو ايه؟ عامل شغل تمام، وان مفيش حاجه هتقدر تعمل لها اكسكيوت للاكس اس اس. طيب
دي كونست نيو كومنت اتش تي ام ال، هو كل فكرته ان هو عمل ديف جديده تمام، فيها اسم اليوزرز بس، فيها اسم اليوزرز والفيدباكس تمام. ولحد دلوقتي هي كده من اول هنا لحد هنا مفيش اي حاجه خطر، هو ده كود اتش تي ام ال بس عمله في الجافا سكريبت. هنا فتح باراجراف، بعد كده اي دي كومنت تكست اون كليك كونسول، ساعه ما احنا دوسنا على الكونسول هنا تمام، انسبكت اهو، جينا نعمل ندوس على هلو وورلد بتلاقيه يشتغل معانا. عكس مثلا لما اجي ادوس هنا، بص مفيش اي حاجه بتظهر في الكونسول، هنا مفيش اي حاجه بتظهر في الكونسول، ولكن انا لما بدوس على هلو وورلد باج هانتنج دي بيشتغل معايا في الكونسول عادي. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه اي دي ماشي، عامل هنا كليك. هقول لك ايه اللي تم بقى. بص بقى، الموضوع هنا خطير جدا جدا جدا. اشمعنى؟ تعالى نمسك السطر ده بس كده الاول ونطلعه بره، ونمسح ده ونخش هنا تمام. هقول لك السطر ده، ولكن بس تعالى نجيب دي كده. هقول لك السطر ده بيعمل ايه. هو كل الحكايه ان انت لما بتدوس على يعني ايه الكلام ده، يعني كل الحكايه ان انت لما بتيجي تدوس على التعليق بتاعك تمام، بيشتغل في الكونسول دوت لوج. حلو. بيطبع في الكونسول الكلام اللي هو فوق اللي انت كاتبه اللي هو هنا ده، بيطبعه فين؟ بيطبعه في حاجه اسمها داتا كومنت. جميل، بيطبعه في حاجه اسمها داتا كومنت. وبعد كده يشغل حاجه اسمها ايفال. الايفال دي اصلا يعني لو موجوده في اي ويب سايت، فانا عايز اقول لك ان انت تقدر تشغل اكسكيوت للاكس اس اس على طول. طيب اول ما انا لقيت ايفال وان هو بيطبع الكلام ده في الداتا كومنت تمام، عرفت ان في الكونسول هو بيطبعها في الكونسول دوت لوج على فكره تمام. يعني هنا في كونسول دوت لوج وبيعمل اون كليك، يعني اون كليك ده لما اجي اضغط عليها بتطبعها لي فين؟ في الكونسول دوت لوج تمام. وبعد كده بياخد الكلام اللي انت بتكتبه ده بيحطه فين؟ بيطبعها في حاجه اسمها الداتا كومنت. وبعد كده لقيت اصلا داله اسمها ايفال. اول ما انا لقيت ايفال فعرفت ان انا اقدر اعمل سينك والسورس واجيب دوم اكس اس اس على طول. طب دي انا ممكن اعملها ازاي؟ طبعا احنا لو شفنا في السكريبت فوق شفنا ان هو بيعمل ريبليس للحاجات دي صح، يعني بيلغيها. طيب بس هو هنا ناسي حاجه بقى، هو حاطط السنجل كود والدبل كود والاوبن تاج والكلوز تاج والعلامات دي والعلامه دي. هو ماشي لحد هنا وتمام، بس نسي، يعني نوت، نسي الاكواز دي. ليه؟ لان انا ممكن من غير العلامات دي اقدر اجيب برضو اكسكيوت للاكس اس اس، يعني اقدر انفذ اكسكيوت للاكس اس اس، ثغره الاكس اس اس. طيب ازاي؟ انا اقول له alert، سهله خالص. بعد كده اقول له دوكيمنت دومين وقف، مفيش مشكله. ده كده يقدر يتنفذ اكسكيوت اكس اس اس. طب ازاي؟ هو هنا انا عرفت ان الكومنت ده اللي مصاب. جميل، هسيب نفس الكلام ده كله واحط ايه بدل تعالى بس نمسح دي. بدل حوار هلو وورلد باج هانتنج هحط فيه البيلود بتاع الاكس اس اس ده. ده كده يا جماعه اسمه بيلود اكس اس اس تمام. ده كده اسمه بيلود اكس اس اس. هقول له بوست مسج. طيب فين البوب اب مسج؟ ما انا اول ما انا هدوس على دي هيظهر لي البوب اب مسج على فكره. دوس عليها كده اتنفذ معايا اكسكيوت للاكس اس اس تمام. يبقى انا من خلال ان انا قريت السورس كود ده، كل اللي انا عرفته ان هو بيعمل فانكشن تمام، والفانكشن دي حط فيها الكونديشن بتاعه، وبعد كده نادي على فاريبل عادي مفيش مشكله. كل الحكايه ان هو بيعمل ريبليس للحاجه اللي جايه من اليوزر، العلامات دي. طيب بعد كده عرفت ان هو عمل فانكشن جديده اسمها بوست كومنت. كل الحكايه ان هو بياخد بس من اليوزرز نيم، بياخد منه اليوزر نيم والفاليو بتاعته الفيدباك، وبعد كده بيعمل كومنت وكل الكلام ده تمام. وبعد كده عمل كونست يعني عمل كود ديف عادي اتش تي ام ال مفيش ادنى مشكله. بتقبل منه او بيكون فيها اليوزر نيم والفيدباك تمام. وبعد كده هنا بقى لما جينا ناخد الكود ده، عرفنا ان الكود ده خطير جدا، لان هو بيعمل اون كليك لحاجه اسمها الكونسول دوت لوج اللي مكتوبه في الكومنت تمام. وبعد كده عمل اتريبيوت تانية اسمها ايفال. الايفال دي محطوطه، هي فين ايفال اصلا؟ اهي. الايفال دي محطوطه تمام. بعد كده عمل كومنت او عمل جيت اتريبيوتس لحاجه اسمها الداتا كومنت، بيطبع الكلام اللي انت بتكتبه ده او الاون كليك اللي انت بتضغط عليه ده في حاجه اسمها الداتا كومنت في الكونسول دوت لوج
تمام، وراح منادي على داله اسمها ايفال، واول ما انا عرفت ان دي ايفال يبقى انا عرفت اجيب سينك وسورس واقدر اعمل كده. طب السينك والسورس ازاي؟ اول ما انا لو كملت بقيه الكود من غير بقى ما انا اكمل بقيه الكود، لو انا كملته هلاقي دوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي، تمام، حاجه اسمها انر اتش تي ام ال، يعني بيغير العنصر اللي موجود جوه فين؟ موجود اللي جوه الباراجراف. طيب تمام، ادام لقيت سينك وسورس مع بعض يبقى انا اقدر اعمل دوم اكس اس اس، بس قمت منفذ الكود اللي هو ايه؟ العلامات دي. لما لقيت ان هو بيعمل ريبليس للعلامات دي خلاص هو نسي اصلا القوسين، فانا بالتالي ان انا اقدر اقول له alert document دوت دومين مثلا، او alert 1 او alert 1، وساعتها هقدر انفذ الكود زي ما انا عايز براحتي خالص، واقدر اشغله. تمام، بس دي كده اول لاب معانا. هناخد تاني لاب معانا اهو، مش الصوت فصل ورجع تاني، فاحنا ايه عايزين نعمل اكسس تو لاب. طيب اللاب اشتغل معانا، كل الحكايه ان احنا ايه عندنا دوم اكس اس، فاحنا محتاجين نكون فاهمين في السورس كود شويه. تمام. طيب اول حاجه انا بعمل كلمه مميزه شويه، اللي هو ايه كلمه يونيك، اللي هو انا ببدا ابحث عنها فين في السورس كود. طيب بقول له حازم، ما لقيتهاش، ما اتطبقتش في حته. حازم عشان بس نتاكد، ما اتطبقتش في حته. طيب احنا معانا كود سكريبت اهو، تعالى نبص عليه نشوفه هو بيعمل ايه، عشان بس نعرف ايه نتكلم. مسحت البتاع اصلا. طيب ايه اللي حصل؟ تعالى يعني نفلتر الكود ده كده او نحلله يعني بشكل عام. تمام، هو كل الحكايه ان ده كود جافا سكريبت عمل فانكشن، تمام، بعد كده عمل كونديشن بتاعه، والكونديشن ده بياخد حاجه اسمها الكويري. تمام، دي بتعمل ايه؟ كل الحكايه ان هي بتاخد متغير اسمه، بتاخد متغير اسمه كويري. تمام. طيب وبتحطه في حاجه اسمها الدوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي، تمام، وبعد كده بتنادي على حاجه اسمها سيرش مسج. طيب السيرش مسج ده اللي هو فين؟ تعالى كده نجيبه من الكونسول، نكتب سيرش مسج، هتلاقي حاجه اسمها اللي هو حازم، مع ان انا لو فتحت السورس كود مش هلاقيه. تمام، اهو سيرش مسج، ما ضافش حازم. تمام، بس انا لما جيت ابحث عنه بس كونسول دوت لوج، كتبت سيرش مسج، جات لي في موجوده ان هي تحت حاجه اسمها السبام، وبينادي على الاي دي. حلو. طيب تمام، مشكله مهمه بقى ان هو بيستخدم انر اتش تي ام ال. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا سي هكتب جوكر، تمام، هكتب الجوكر، ولو كتبت سيرش مسج تاني هلاقي ان هي اتغيرت وبقت جوكر، فهستخدم حاجه اسمها انر اتش تي ام ال، بيغير اللي جوه العنصر اللي هو بتاع مين؟ بتاع السبان. يعني انت لو هي اوتر اتش تي ام ال هتلاقي الكود ده يقدر يتغير كله، اللي هو السبان ده تقدر تغيره كله. انما كانر اتش تي ام ال انت بتغير اللي هو القيمه جوكر، حازم، تيست، ايا كان. جميل. طيب بعد كده انا كده لحد هنا انا عرفت ان اي اتش تي ام ال او جافا سكريبت دخل يقدر ينفذ اكسكيوت اكس اس اس على طول. طيب ده لحد هنا، انا كده لحد هنا. طيب بعد كده عمل بار اسمه كويري عادي متغير مفيش مشكله اللي هو بينادي عليه. حلو. وبعد كده ايه اللي حصل؟ قال لك انا بستخدم حاجه اسمها يو ار ال سيرش برامس، بعد كده بستخدم ويندو لوكيشن دوت سيرش. طيب تعالى نعرف ايه هو الويندو لوكيشن دوت سيرش. هنا بيستخدم الويندو لوكيشن دوت سيرش، ده بيجيب ده الجزء اللي بعد علامه الاستفهام بتاع اليو ار ال اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، استفهام سيرش جوكر. يعني انا لو كتبت هنا مثلا تيست، تمام، وقلت له ويندو دوت لوكيشن دوت سيرش، هتلاقيه بيجيب لك الجزء اللي بعد علامه الاستفهام اللي موجود في اللينك. جميل. طيب في الحاله دي كده انا عرفت الويندو لوكيشن دوت سيرش. طب ايه يو ار ال سيرش بارامترز ده؟ ده فكرته ان هو بيفك البارامترز بتاعتك، اللي هو ايه؟ شفت انت البارامتر اللي هو مكتوب ده على كده اللي هو سيرش يساوي جوكر، ممكن بقى الجوكر دي تيست، هو كده ده كده اسمه بارامتر. تمام. بعد كده بيجيب لك القيمه، او بياخد القيمه اللي هو جيت سيرش ده، بياخد القيمه او هات القيمه اللي موجوده في السيرش. حلو. فاصبح اللي انا شفته هنا ده بيعمل اف كويري، بعد كده بيعمل لك اف كونديشن تاني، وبيقول لك لو الشرط ده لو الشرط بتاع السيرش ده شغال، اللي هو بتاع تيست ده شغال،
تمام. شغل الفانكشن عادي واعرضه في الصفحه زي ما انت شفت كده. يعني هو كل الحكايه ان انت كل ما تيجي تقول له حازم بيشغله ويعرضه لك قدامك. تمام. كل ما تقول له مثلا زياد بيشغله ويعرضه قدامك. على سبيل المثال بقى، طب ماشي انت بتعرض ده قدامي، فانا خلاص عرفت ان انا من خلال السورس كود اقدر اعمل اكسكيوت للاكس اس اس اصلا، لان هو بيعمل انر اتش تي ام ال. تمام. وبياخد مني من الويندو لوكيشن دوت سيرش بيخزنه قدامك هنا. طب جميل يا عم، انا مفيش مشكله. انا ساعتها ممكن اقول له ايمج سورس ايكوال اس، بعد كده اون ايرور يساوي alert 1. تمام. وده كده اسمه بيلود اكس اس اس، بيلود اكس اس اس. وهقول لك ازاي ممكن تجيب البيلود ده من مصادر تانية يعني. قول له انتر هتلاقي الاليرت اشتغل معاك. بس هو كل الحكايه ان انا عملت كود اتش تي ام ال. تمام. اديته سورس الاتريبيوت بتاعتها، قلت له الصوره دي مش مكانها مش موجود. تمام. بعد كده قلت له اون ايرور، اون ايرور اللي هو اول ما يعني اول ما الصوره تحمل ويبقى فيها مشكله، بعد اذنك نفذ الاليرت اللي قدامك ده. بس ممكن بقى اقول له هنا ايه، دوكيمنت دوكيمنت دوت دومين. اه طبعه لك زي ما انت شايف كده. ممكن برضه اقول له دوكيمنت دوت كوبي. ده عشان كده ايه، ده لاب التست. عايز تعرف تجيب بيلود اكس اس اس ازاي؟ عندك بيلود اكس اس اس جيت هاب. لا مجموعه من البيلودات. آه مش فاكر انهي موقع بالظبط والله، ولكن هتلاقيه ظهر معانا تقريبا. اكس اس اس بي لودز مثلا، او مش عارف كان اسمه آه او نفس الاكس اس اس جيت هاب مثلا، مش فاكر. آه عارف كان اسمه بلاي او بلاي ليست تقريبا، حاجة زي كده. انا مش فاكر والله البيلودات دي كانت موجودة فين. انا عندك برضو معظم البيلودات دي كلها بيلودات برضو اكس اس. آه م- م- م. عندك برضو هنا تقريبا او مجموعة من بيلودات ضخمة في الاكس اس اس اهي، دي كلها بيلودز اكس اس اس. بس انت لو واحد مش فاهم وجيت تاخد البيلود ده وحطيته وقلت مثلا انا هقدر انفذه اجرب كل البيلودات دي، يبقى انت واحد بتضيع وقتك. بس انت من تحليل السورس كود هتعرف تحلل، هتعرف توصل لثغرة الاكس اس اس ولا لا. وتقدر كمان من خلال السورس كود ده تقدر توصل من خلال كلمة او كلمتين من السورس كود. خلاص انت فهمت، تقدر تجيب اكسكيوت اكس اس اس على طول. تمام. بس فاهم حاجة لازم تكون فاهم السورس كود ده بيعمل ايه. انا مش بقول لك لازم تكون تنين في الجافا سكريبت ولا حاجة، لا خالص. انت لو سمعت كراش كورس على اليوتيوب بالجافا سكريبت هتعرف توصل للاكس اس اس بكل سهولة. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في الفيديو الجاي.